السلام عليكم ورحمة الله. تعالي بقى يا حبيبتي اوريكي صواني رمضان والعزومات الحلوة دي هتنعمل بايه. معانا دبابيس فراخ حلوة كده على عدد أسرتك، تنقعها كويس قوي، ومعانا بطاطس مقطعينها خرط جميلة كده، وشفشق عصير طماطم وبصلتين كبار وقرن فلفل حامي. وتعالي على النار، حط طاسة فيها شوية زيت يسخنوا معانا قوي، وننزل بيهم بالدبابيس بتاعتنا بعد ما غسلناها وعملنا فيها كل اللي احنا عايزينه. لما بقت بيضة وجميلة بالشكل ده وما فيهاش اي ريحة زفارة، بملح وليمون ودقيق وكل حاجة عايزة تحطيها من اللي بتشيل الزفارة حطيها، ونقليها كده صدمة من ناحيتين الاتنين، علشان خاطر الصينية بتاعتنا تبقى تحفة كده وجميلة وتفتح نفس معزمنا على الفطار. زي ما انت شايفة كده لحد ما تاخد اللون ونشيلها نطلعها. وطبعا معانا كمية البطاطس بتاعتنا احنا مقطعينها وغسلينها ومقطعينها سمك حوالي سنتي سنتي ونص كده، مكعبات او طرنشات او زي ما تحب. هننزل بيها على الزيت السخن الحلو ده بعد ما ناخد ما ندي فراخنا صدمة. هننزل بكمية البطاطس كلها مرة واحدة نديها صدمة هي كمان. الصدمة دي بتعمل شخصية حلوة أوي للبطاطس بتاعتنا في الصينية أو في الطاجن، ما بتخليهاش تتهري، وبتخليها تفضل محتفظة بكيانها، وبتخليها سليمة القطعة بقطعتها. دي معلومة يا ريت تعرفيها علشان هتفيدك كويس أوي بعد كده. تشوحي تشويحتين حلوين كده عشان يدوها صدمة وتعمل الشخصية اللي احنا عايزينها. ومعانا بقى البهارات، هتبقى عبارة عن بابريكا وكزبرة ناشفة وكمون وحبة 7 بهارات وملح وبهارات فراخ. وننزل ببهاراتنا كلها على صينية البطاطس، تتشوح وتتحمص كده مع مع البطاطس بتاعتنا، لما الروايح الجميلة دي كلها تطلع منها، وريحة الصينية بتاعتنا مفحفحة وقلبة الدنيا. شوحها تشويحتين حلوين، وفي نفس الوقت قطعة كده من الشطة سبايسي حلوة كده تديها طعم ونكهة حلوة، ونخرطها عليها. اللي مش عايزة تحط سبايسي حطي بارد براحتك. وضربنا شفشق طماطم في الخلاط. بس قبل الطماطم هنكون مقطعين بصلتين 2 كبار كده عبارة عن جوانح. أنا بحب الجوانح أوي في صينية البطاطس، بتخليها طعمها حكاية يا حبايبي، أحسن من الطرنشات وأحسن من اللي هي متقطعة خرط بإيدك كده. الجوانح دي طعمها خطير أوي في الصينية. ونشوح البصل بتاعنا مع البطاطس مع البهارات لما الريحة ايه ما اقولكوش بقى، وننزل عليهم بشفشق الطماطم بتاعنا الحلو ده. نشوح برضو تشويحتين حلوين كده ليهم، كل الكمية مع بعضها تشويحتين حلوين، علشان خاطر برضو بطاطسنا الحلوة دي تشرب من التخديعة والتسبيكة ديت. ونزودهم شوية مية برضو كده ونظبط ملحنا، عشان شوية المية اللي احنا بنزودهم دولت هما اللي بيطيبوا الايه البطاطس معانا. ونسيب صينيتنا الجميلة دي تاخد وتدي مع نفسها كده دقيقة، وبعدين نحط فيها الايه الدبابيس بتاعتنا. ادي دبابيسنا هننزل بيها في الصينية بتاعتنا. انا عايزة اقول لكم على حاجة بقى، لو وصلتوا معايا لحد هنا تشتركوا معايا بإذن الله في القناة وتفعلوا له زر الجرس وتحطوا لي اللايك. وفي حاجة كمان هقول لكم عليها، في مكون انا نسيته في صينية البطاطس دي. يا ريت اللي تعرف المكون ده تطلع وشطورة كده وعارفة في الطبخ كويس قوي تكتب لي في الكومنت ايه هو اللي انا نسيته. ماشي يا حبايبي، فكروا بقى كده مع نفسكم وشوفوا ايه اللي انا نسيته. انا مش نسيته، هو كان موجود بس ايه سهى عليا. وهنا صينية البطاطس بتاعتنا استوت وتمام دايبة دوب يا حبايبي، ما اقولكوش على طعامتها وحلاوتها. والبطاطس الشخصية اللي انا عملتها لها الصدمة ديت خلتها بصوا فعلا لها كيان ولها شخصية في قلب صينية البطاطس، ولا دابت ولا اتهرت ولا كلام من ده خالص. اهي تتحدث عن نفسها. اعتمدي الطريقة دي واعمليها في وصفات رمضان وعزايم رمضان، هتشرفك قدام ضيوفك ومعازيم. اهي شوفي واخدة شخصية وكيان، وطعمها حكاية، ولونها جميل.
تشويحة مخلية لونها عسل. وادي الدبوس بتاعنا ما شاء الله يفتح النفس. اهو استوى كده واتهرى. مش عايزة اقول لكم ده يبدو يستاهل بقكم. سجلوا الوصفة عندكم واعتمدوها وإن شاء الله هتعجبكم أوي. يا رب أكون فدتكم ولو بأي معلومة بسيطة. واللي تعرف المكون اللي أنا نسيته تكتب لي عليه في الكومنتات وتقول لي عليه هو ايه. شوفوا بوريكم حلاوة بطاطسنا وحلاوة الصينية الجميلة دي. انتوا كلكم شطورين وهتعرفوا تعملوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.